السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. غابة موجودة في غرب أيرلندا، مش موجودة على أي خريطة. محدش يعرف ايه اللي جواها، لأن اللي بيدخلها ما بيخرجش منها أساسا. وبيظهر جون اللي بيجري بشكل هستيري لحد ما بيوصل عند يافطة اللي بيروح ما بيرجعش، لكنه برضه بيروح. بس فجأة بيدرك إن هو رجع تاني لنفس المكان. الله، ده طلع اللي بيروح بيرجع. وهوبا حاجة بترعب الطيور وكلها بتطلع تجري. الله. فبيحاول يطلع يجري على شجرة عالية علشان يحدد موقعه وسط الغابة، لكن جذع الشجرة بيتكسر وبيقع من فوق، لكنه لسه ما ماتش وبيعافر ويقاوم. بس بيظهر مخلوق مرعب ويسحب وسط ما هو بيقول والنبي يا عم، والنبي. وبنروح على سيدة وبنتها التوأم اللي طالعين في رحلة وجاست تشيلين كده، لكن بنتها مينا مرزلة ورخمة عايزة تفتح الشباك وتبوظ شعرها لأنها مش عاجبها أوامر أمها. فبتحاول أمها تقفل الشباك، لكن البت الرزلة بتحط إيديها والشباك بيتقفل عليه وبتتشتت أمها. فبتحصل حادثة مرعبة والعربية بتتقلب بيهم وبتموت أمهم. وبعد مرور 15 سنة لسه مينا بتتألم ومش حاسة إن حد بيحبها، فبتضطر لما بتخرج تغير شكلها وتغير شخصيتها. يمكن حد يتقبلها، بس هي من جواها بتتمنى ان هي تتقبل نفسها، لانها على طول حاسه بالوحده وبعدت عن اختها التوأم وكل عيلتها. وبتخرج في رحله علشان توصل بغبغان لحديقه حيوان خارج المدينه، لان مديرها في محل الحيوانات الاليفه طلب منها ده، وهي شافت انها فرصه عشان تنسى شويه، لانها الذكرى ال15 لوفاه امها ومش بتحضرها لانها لسه حاسه بالذنب. لكن وهي في الطريق مش بتاخد بالها من اشعارات المفقودين على حدود الغاب، لكنها بتدخل طريق وسط الغابات وبتلعن العربية بتاعتها وكأنها مش الحمار اللي سايق. وفجأة بيحصل تشويش في الراديو والموبايل وبتتعطل العربية، مش بتلعنيها طبعا. وبتخرج تدور في المكان وبتلاقي يافطة اللي بيروح ما بيرجعش، لكنها بتسيبها وترجع تاخد البغبغان وتدور. يا هلالا يلي هنا عيلة تايهة يا ولاد الحلال، لحد ما بتيأس وبتبط في مكانها. وفجأة بتظهر الطيور بتجري في رعب، وبتسمع أصوات وست عجوزة عمالة تجري حواليها وبتظهر لها وتقول لها اجري لو عايزة تعيشي. بالتالي طبعا بتجري وبتدخل أوضة مقفولة تماما، وبتكتشف ان الست دي اسمها مادلين ومعاها 2 تانيين، كيرا وداني، وكلهم جوه حاجة اسمها القفص لانهم زيها تايهين. وبسرعة بيخلوها تقف معاهم قدام المراية علشان في مخلوقات اسمها المراقبين عايزين يتعرفوا عليها، وبيجوا كل ليل عشان يتفرجوا عليهم وبيمشوا في الشروق. وبيظهر صوت تصفيق حار وكأنهم بيرحبوا بوجودها. وفي الصباح رغم تحذيرهم ليها بتخرج علشان ترجع لعربيتها، لكنها بتوصل على قمة تل كبير وبتكتشف ان هي في اعماق الغابة ومفيش طريق على مرمى البصر. وبتحصلها مادلين وتقول لها كلنا حاولنا نهرب بس ما قدرناش. الغابة في مرحلة ما بتخلينا نهلوس ونتجنن، وحدودنا هي مسيرة نص يوم، واللي بيعدي الحدود بيختفي للأبد. واللي حط العلامات دي واحد اسمه الأستاذ. بالتالي مينا مش قدامها حل غير انها تصدقها وترجع معاها. وبتشوف كيرا بترقص للمراقبين عشان بيعجبهم ده وكأنها على التيك توك. واثناء ما كيرا بتجمع النباتات العلاجية بتقول لي مينا ان جوزها جون اختفى قبل 6 ايام وما ظهرش من ساعتها. لو انسان شاف مراقب هيتجنن. وبتوريها الحفرة اللي بيخرج منها المراقبين لانهم بيناموا تحت الارض. وبتعرف ان هي وجوزها هنا بقالهم 5 شهور. واثناء ما مينا قاعدة بترسم كلهم بيقولوا لها قوانين في نفس واحد: ما تديش ظهرك للمراية، ما تفتحش الباب بالليل، ما تقربش من الحفرة، خليك دايما في النور. وبعد ايام بتخرج هي وداني عشان يتأكد من مصايد الحيوانات اللي كان بيصطاد بيها هو جون، وبيقول لها انه هنا بقاله 8 شهور. بس هي بتستغرب ان هو ما شافش مراقب قبل كده، وبتحاول تشككه في مادلين وانها كده تقريبا مخبية حاجة. بالتالي بتقنعه ان هي تنزل الحفرة وتشوف في ايه. وبتلاقي تحت جورنان وعجلة وارنوبة وكاميرا فيديو، وبتديهم لداني يرفعهم. بس فجأة بتقرب منها ايد مخلوق ب6 صوابع وبتصرخ مينا، فبينزلها الحبل بسرعة. بس لما بيروحوا للقفص مش بتقتنع مادلين ان هم لقوا الحاجات دي في الغابة، وداني بيركب الكاميرا علشان يراقبوا المكان بره. لكن بيظهر جون جوز كيرا ويقول لهم دخلوني، لكن مادلين بتمنع كيرا انها تفتح الباب اصلا. فبتقول له كيرا هات وشك قدام الكاميرا، وبيبص فعلا بس هوب بيتسحب هو والكاميرا كمان بتتكسر. وبيحاولوا يرادوا المخلوقات ويقفوا قدام المراية، لكن المخلوقات غاضبة جدا وبيهاجموا الازاز وبدأ يتشرخ. وفي الصباح مادلين بترجع الحاجة للحفر، يمكن ده يخفف من غضب المخلوقات. وبمرور الوقت
بدأ الجميع يستسلم ويفقد الأمل في الخروج من الغابة. وأثناء ما مينا وكيرا في القفص ومينا بترسم على الأرض، بتلاحظ إن كيرا خرجت فجأة وبتخرج تدور عليها وبتلاقيها عند حافة الحفرة اللي بتحاول تنتحر، لكنهم فجأة بيسمعوا صرخ وبيجروا ناحيتها ويلاقوا داني رابط إيد مادلين، ومادلين بتقول لمينا الواد اتجنن، ومينا بتفك مادلين ويجروا على الباب، لكن داني وكيرا قفلوا على نفسهم القفص والطيور بتهرب وخلاص لازم يجروا، وبيروحوا يستخبوا جنب مصيدة عشان الريحة المعفنة بتاعت الحيوانات الميتة تغطي ريحتهم، وبيظهر المخلوق فوقيهم بس مش بيشم ريحتهم وبيروح ناحية القفص، والمخلوق بيقف باستقامة وبيظهر جنبه قرطة مخاليق تانيين، ولما بيقربوا من القفص تاني بيقول لهم ان في 2 بره، وبيجري المخلوقات يدوروا عليهم، وده بيديهم فرصة ان هم يجروا ناحية القفص ويستنجدوا بدادي وده بيفتح لنا، وبتقول له مينا انا كنت السبب في موت امي ولحد دلوقتي مش قادرة اعيش بالذنب ده، فبلاش تبقى زيي وتكون السبب في موتنا، وبيفتح لهم فعلا وبيدخلوا، ومادلين كانت خلاص تقفش في رقبته، بس اثناء ما هم واقفين قدام المراية بيحاولوا يرادوا المخلوقات بتقول لهم مادلين انا استاذة جامعية وجيت علشان ابحث عن المخلوقات، واول ما وصلت شفت نسخة مشوهة من نفسي، والمخلوقات دي عبارة عن جنيات بيراقبوا البشر عشان ياخدوا هيئتهم ويبقوا بشر زيهم في النهاية، لكن المخلوقات بتهاجم القفص من كل حتة وبيستخدموا اصواتهم عشان يخدعوهم، وبيحركوا ترابيزة بسرعة عشان يقفلوا بيها باب، لكن ده بيخليهم يلاقوا مدخل سري تحت القفص على طول، وبينزلوا كلهم فعلا ويقفلوا البوابة قبل ما المخلوقات تقتحم القفص، وبيكتشفوا ان ده المكان اللي كان بيشتغل فيه الاستاذ، ومليان ملفات واكل وكتب، وبيلاقوا كمبيوتر عليه مجموعة من الفيديوهات اللي سجلها الاستاذ، ومع كل فيديو جديد بيبان ان الاستاذ بدأ يفقد عقله شوية بشوية، وبيعترف ان هو ساب زمايله اللي ساعدوه في بناء القفص سابهم للمخلوقات تقتلهم عادي، والفيديو بيقول ان في مخلوقة ظهرت له على هيئة طفلة صغيرة، وبدأ يسأل نفسه ازاي البشر ممكن يستفيدوا من قدرات المخلوقات دي، وبيظهر في فيديو بيحاول يقرب من المخلوقة لكنها بتغضب بشدة، وفي فيديو اخير بيقول ان هو خلاص هيقتل المخلوقة ويخلص على نفسه، بس بيعترف ان في قارب قريب من الغابة هتلاقوه موجود بعد اللافتة رقم 134 ويقدروا يوصلوا عن طريق ان هم يمشوا ورا الطيور، بس في المقابل بيطلب ان اللي بيسمع الفيديو ده يروح مكتبه في الجامعة ويدمر كل الملفات اللي هناك عشان محدش يجي هنا تاني. ولما بتسمع مينا صوت ضرب النار بتعيط، واول ما بيطلع الصبح بيكتشف ان المخلوقات دمرت القفص تماما، وبيمشوا ورا العلامات اللي حطتها مينا لحد ما بيلاقوا النقطة 134 وبيطلقوا سراح البغبغان ويمشوا وراه في الغابة لحد ما بيوصلوا للبوابة اللي اتحبست فيها الجنيات لما خسروا معركتهم قصاد البشر، ومن ساعتها بيحاولوا يرجعوا لكنهم فقدوا سحرهم واجنحتهم، بالتالي ما بقوش قادرين يطلعوا في الشمس. وفجأة مع حلول الظلام بيظهر سرب الطيور وبتبدأ ساعة خروج الجنيات، وبيجروا على النهر وسط ما كل الجنيات والجنيين بيطلعوا من الحفر وبيروحوا بسرعة على القارب، بس داني بيسمع صوت جون وبيحاول ينقذه، وبتحاول كيرا تنقذه وتحذره، لكن بعد فوات الأوان لأن الجنية جون قتلته، وبيسيبوه ويهربوا وسط حصة كل الجنيين والجنيات. وبالفعل بيوصلوا للأتوبيس يركبوه ويروحوا للمدينة، وبعد أيام بتروح مينا علشان تدمر الملفات اللي في مكتب الأستاذ، لكنها بتلاقي تسجيل صوتي للدكتور وخريطة للقفص، وبيحكي إن الجنيين كانوا عايشين في سلام مع البشر زمان من آلاف السنين، حتى إنهم كانوا بيتجوزوا من بعض، والهجائن دول بيقدروا يخرجوا في الشمس ويقدروا يعيشوا وسط البشر كأنهم بشر فعلا. بس في صورة بتصدمها، وبالليل بتروح على كيرا وتوريها صورة لمادلين وتقول لها إن هي كانت مرات الأستاذ وماتت سنة 2001، بالتالي كان الأستاذ بيدور على طريقة يرجع بيها مراته عن طريق استغلال قوة الجنيات، بس الجنية دي خدعته واتنكرت في شكل مادلين، وفجأة عربية بتيجي وبتخرج منها كيرا، يعني اللي معاها دي مش كيرا دي الجنية، ولما بتدخل كيرا البيت بتتنكر الجنية في شكل جون وتبطحها تخبطها في الحيطة، وبتطوح في مينا يمين وشمال، وبتلعن عن اليوم اللي عرفت فيه البشر الخادع الماكر، وسط ما هي بتشكرها ان هي حررتها لانها دايما كانت بتتعرض للتنمر من الجنيات التانيين، لانها هي الوحيدة اللي كانت بتقدر تخرج في الشمس وكانت منبوذة في وسطهم، فلجأت للأستاذ علشان يساعدها على الهروب، لكن لما حاول يقتلها هي قتلته وبدأت تتحول لحد ما اتحولت لمينا وخلاص هتقتلها عشان تاخد مكانها، لكن مينا بتقول لها
انا عارفه سر ولازم تعرفيه يا مادلين. بالتالي ثبت علشان تقول لها السر، وبتقول لها انت مش لوحدك، في هجائن تانيين عايشين وسط البشر عادي، انت مش شريره يا مادلين. ولانها هجينه الجانب البشري منها افتكر كل المشاعر الانسانيه اللي جواها، وفجاه جسمها بيتحول وبيطلع لها جناحات وبتطير، وبتقول لمينا اتمنى الاقي فعلا هجائن زيي، وبتسيبها وتمشي. وبتطمن مينا ان كيرا لسه عايشه. وبعد وقت بتكون مينا قاعده مع توأمتها وبتحكي لها انها حاسه ان مادلين دايما بتراقبها عن بعد في كذا هيئه مختلفه، بس في الاغلب بتاخد شكل طفله صغيره. وبنكتشف ان الطفله او مادلين بتراقبها فعلا. وبينتهي الفيلم. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه، وادعوا لاهلنا في غزه عسى ان تكون ساعه استجابه. بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يليكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جاي. سلام عليكم.